هيو تيست كتسمعوني نبداو بعدا بواحد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ولكن السؤال هو كيفاش كديروا حتى كتسمعوني دابا حاليا؟ طبيعه الحال تقول لي كنسمعوك لانه التليفون كاين فيه واحد الباف او اللي كنسميوه باف، سبيكر، هوت بارلور، مكبر الصوت الى اخره، او لا من خلال السماعات ديال الودنين او لي زيكوتور اللي فيهم حتى هما واحد الباف صغيور. فبطبيعه الحال هذا الباف اللي في التليفون ولا اللي في لي زيكوتور ما هو الا واحد النسخه مصغره بزاف من واحد الباف عادي كما هذا او من واحد السبيكر بحال ما هذا. فاذا قلت لكم بان اول باف تخترع سنه 1861، اول باف في العالم اخترعوه البشر. المهم ديك 1930 تقريبا خرج الباف، يعني واللي كيتباع بشكل تجاري ويكون منتشر. تخيل معايا من 1930 وحنا دابا كنطلعوا على 2027. مع ذلك كاين بزاف الناس اللي ما كيعرفوش شنو هو العلم الخفي وراء الاليه باش يخدموا هاد مكبرات الصوت. طبيعه الحال للاسف بسبب ان هادشي ما كيتقراش في المدارس. فانا هنا ان شاء الله باش غادي نغوص معكم في العلم واحد المستوى عميق بزاف اللي يخلينا نفهموا كيفاش كيخدموا هاد البيفان هادو بشكل سهل كما العاده. بل اكثر من ذلك غادي يكونوا بزاف ديال المعلومات في هذا الفيديو، كما قلنا كيفاش كيخدم الباف، كذلك الاليه باش كيتحرك الصوت حدانا، يعني الصوت كيفاش تيخدم، والاذن ديال البشر كيفاش تخدم، وكذلك غادي نشوفوا الصوت كيتسمع في هذا الفيديو. ان شاء الله حنا غادي نشوفوا الصوت ونفهموا كيفاش. المهم خليكم معايا الاخوان. بطبيعه الحال كما العاده باش يوضح لنا الشرح مزيان، فاحنا ما غاديش نشرحوا فقط بالفم، وانما غنديروا واحد شويه ديال التجارب الميدانيه في الورشه ديالنا هذه المتواضعه. بطبيعه الحال ما نحتاج نذكركم بانني هنا كنقدم لكم العلم بواحد الاسلوب اللي هو بسيط جدا يخليك تفهموا. واخا تكون امي وعمرك ما دخلتي ولا نهار واحد المدرسه، الشعار ديالي معكم هو العلم للجميع. مستعدين؟ يلا نبداو. وانا هنا جبت لكم واحد الباف غادي نضحيو به، غادي نحاولوا نفرتكوه وغادي نكتشفوا شنو كاين فيه لداخل. كما كتشوفوا هادو هما المكونات البسيطه اللي فيه ثلاثه ديال الحاجات تقريبا. فيه هنايا سلك ديال النحاس ملوي كما كتشوفوا رقيق. عقلوا معايا مزيان على المكونات. هذا المكون الاول. المكون الثاني هو كادر، هذا الكادر هو فقط كيثبت لنا هادشي هذا. والمكون الثالث والاخير هو فقط مغناطيس. خاصنا اجادور. ثلاثه المكونات البسيطه تقول لنا فيهم شي علم ما عرف شنو. فيهم بزاف ديال العلم، خليكم معايا. ودابا غنبداو التحليل ديال هاد المكونات ديالنا البسيطه. غنبداو باول مكون اللي هو هذا اللي هو المغناطيس. علاش سميتو المغناطيس؟ معروف كنقولوا المغناطيس او الهند الى اخره. الهنده لانه كيشد عنده الحديد اولا المسامر. طبيعه الحال هذا علاش سميتو مغناطيس؟ حيت هو دابا حاليا عنده واحد المجال مغناطيسي ما كنشوفوهش بالعين المجرده. عقلتوا على القاعده الاولى، عنده مجال مغناطيسي ما كنشوفوهش بالعين ديالنا حاليا. هذاك المجال المغناطيسي هو السبب اللي كيخلي هاد المسامر هادو كيتجروا. كذلك المعلومه الثانيه هو انه كما اي باتري في العالم او بطاريه عندها الزائد والناقص، فكذلك حتى هذا المجال المغناطيسي دابا حاليا اللي كاين هنا عنده قطبين، جوج الاقطاب. غير هو ما كنقولوش الزائد والناقص، وانما كنقولوا عنده الشمال وعنده الجنوب. عقلتوا معايا مزيان؟ اي مغناطيس عنده الشمال وعنده الجنوب. حاليا ما كنشوفهمش بعيني. اذا قلنا اي مغناطيس عنده الشمال اللي كنرمزوا ليه بهذا الحرف ان، وعنده الجنوب. هنايا غادي نمثلوا واحد المجموعه ديال الحالات. مثلا الاخوان اذا كان هنايا عندنا مثلا الجنوب وهنايا الشمال، فهاد الحاله هاد جوج المغناطيسات فهما غادي يتلاصقوا مع بعضياتهم. كذلك الا عكسنا العمليه، عندنا هنايا الجنوب هنايا والشمال هنايا، مره اخرى غادي نتلاصقوا. المهم مادام جوج ما كيتشابهوش فهما كيتلاصقوا. ولكن اذا كانت هنايا الشمال مع الشمال اولا الجنوب مع الجنوب، عفوا الجنوب مع الجنوب والشمال مع الشمال، فهنا غيوقع التنافر. هذا غادي يهرب بحالو هكا، هذا غادي يهرب بحالو هكا. نفس الشيء بالنسبه لهذا، غيهربوا، يوقع التنافر. يعني هنا كيكون يا اما الانجذاب يا اما التنافر، وهذا هما الحالات كيكون فيهم. عقلوا معايا على هاد القواعد حتى نحتاجوهم. شفتوا معايا شتي كيفاش كيهرب منه؟ شتيه؟ حيت هنايا كان جوج الاقطاب كيتشابهوا ما كيتفاهموش، فبالتالي كيهرب. ولكن اذا قلبت فهو كيلصق. شوف هو المره ولا كيلصق. اذا كاين اما التجاذب اما التنافر. وصافي حتى لهنا نكونوا عرفنا داكشي اللي غنحتاجو على المغناطيس. غنحطوه في اتساع. دابا غندوزو لمكون اخر اللي هو هذا السلك هذا ديال النحاس اللي ملوي على هذا الكاغيط. شفتوا هنايا هذا سليك على شكل شعره ملوي واحد العدد ديال المرات. هذا غادي عاوتاني غنفهموا عليه بزاف ديال الحاجات. انا هنا غنحاول ندير بحال التجربه قريب منها بزاف. جبت انا سلك ديال النحاس وجبت انا واحد المسمار وغادي نبدا نلوي عليه انا هذا النحاس هذا. لوي واحد العدد ديال اللويات. ولو ان هذا السلك هذا غلط شويه ولكن ماشي مشكل، فالتجربه غادا تنجح.
وهذا هو السلك ديالنا بعد ما لويتو على المسمار. دابا نجي ندير واحد التجربه نشوفوا فيها السحر ديال الفيزياء. بطبيعه الحال بالنسبه للمغناطيس اذا قربنا عنده المسمار فهو غادي يلصق، ولكن بالنسبه للنحاس ديالنا فاكيد انه ما غاديش يلصق فيه المسمار لانه ماشي مغناطيس. التجربه سبق درنا فيديوهات فاتو. دابا شوفوا معايا ملي غادي نركبوا واحد البطاريه ولا باتري غنركبوه مع السلك ديالنا د النحاس اللي لوينا. شنو يوقع؟ شوف هنايا المسامر هما لصقوا. شوف ملي غنحيد الضوء يطيحوا المسامر. يعني النحاس منين كندوزو فيه الضوء الاخوان فهو كيتحول كيولي مغناطيس، او لا بمعنى اصح كيولي عنده مجال مغناطيسي داير به حاليا ما كنشوفوش بالعين. وقلنا اي مجال مغناطيسي حتى هو كيكون عنده الشمال وكيكون عنده الجنوب. الفرق ما بينه وما بين هذا المغناطيس ان هذا كنسميه مغناطيس دائم، يعني المجال فيه ديما دائم، بينما هذا لا، هذا كيجي المجال المغناطيسي فقط اذا دوزنا الضوء. هذه الخاصيه مهمه وهذه القاعده عقلوا عليها مزيان الاخوان. سلك النحاس وكما قلنا المغناطيس العادي عنده الشمال والجنوب ثابتين ما كيتبدلوش، بينما بالنسبه للسلك ديال النحاس حتى كنربطوه بالبطاريه، ملي كنربطوه بالبطاريه كيولي عندنا مجال مغناطيسي مثلا الجنوب والشمال. ولكن المعلومه اللي بغيت نزيد لكم هو انه اذا شدينا هذا الباتري وقلبناه، يعني كان الزائد هنا والناقص هنا غنقلبوهم، اذا قلبنا الضوء هنايا اوتوماتيكمون حتى المجال المغناطيسي الاخوان حتى هو كيتقلب معنا، غيولي هنايا الشمال وهنايا الجنوب، على عكس هذا اللي ثابت. هذا نقدروا نطفيو المغناطيس ونرجعوه ونقدروا نقلبوا الاتجاه ديال المغناطيس اذا قلبنا البطاريه ولا المصدر ديال الضوء. هذه قاعده هي مهمه. ودابا غندير واحد التجربه، غادي نرجعوا هذا السلك ديال النحاس ديالنا هذا اللي ملوي، غنرجعوه في البلاصه ديالو، يعني غنحطوه فوق من المغناطيس. وهنا عندنا السلوكه ديال الضوء، يعني مقدار كيتناسب تقريبا بحال البطاريه. شوفوا معايا ملي غادي نركبوهم مع هذاك السلك النحاس اللي ملوي هنايا اللي كاين وسط الباف. شوف ملي غنركبوه لاحظتوا بان الغشا كيزيد كيلصق، لاحظتوا كيزيد كيلصق. ولكن لاحظوا هذه المره غنقلبوا السلوكه، هذا هو الزائد والموجب، غنرجعوا هذه المره لهنا قلبناهم. شوفوا هذه المره شنو غيوقع العشا، لاحظتوا معايا نحاولوا نرجعوا. لاحظتوا معايا هذه المره في الاول كان كيتسحب لداخل لتحت، ومنين قلبت السلوكه ديال البطاريه ولا كيطير كيخرج بحالو لبرا كيف ما شفتوا دابا. اللي وقع هو اننا عندنا المغناطيس، والمغناطيس قلنا عنده مجال مغناطيسي ثابت، عنده الشمال وكذلك الجنوب. وجبنا السلك ديال النحاس ومنين حطيناه قدامه، هذا السلك ديال النحاس فاش ركبنا ليه الضوء في المره الاولى نتج لينا من هنايا الجنوب الشمال ومن هنا الجنوب. في التالي شنو وقع؟ تقاربوا ولاحظنا بان الغشا زاد لصق. ومنين قلبنا البطاريه شنو وقع؟ تقلبوا معها حتى هاد الاقطاب هادو، ولا عندنا هاد المره جوج الاقطاب كيتشابهوا، وقلنا بانه جوج كيتشابهوا شنو كيوقع لهم؟ كيتنافروا، هذا كيهرب من هذا، بالتالي شفنا بان الغشا بدا كيهرب. اذا اللي كيتحكم في هذا الشيء هو الضوء، اذا كيتقلب الضوء كيبقى يطلع الغشا او كيهبط. وصافي بكل بساطه اي جهاز كينتج الصوت مثلا مسجله اونبلي ولا اي حاجه، ملي كتصيفط الضوء كتصيفطو لاي باف، فالباف كيتكون من جوج ديال السلوكه، وهذاك الصوت اللي كتصيفط المسجله ولا لومبلي هو عباره على تيار كهربائي بحال اللي نقول مثلا البطاريه. غير شنو هذاك التيار الكهربائي كيتقلب، الزائد والناقص كيتقلبوا بواحد السرعه كبيره، وما حد داك الضوء اللي جاي من لومبلي ولا المسجله كاس كيتقلب بسرعه، فاذا حتى الغشا غادي يبقى يطلع ويهبط بسبب هذاك اللفافه النحاسيه اللي كتبقى تنافر مع المغناطيس. فهمتوا المهم المبدا؟ اذا الصوت اللي كينتجو الباف ما هو الا تيار كهربائي كيتقلب وكيحرك لينا هذا الغشا، وهذا الغشا ملي كيتحرك بواحد السرعه هائله ولا بواحد التردد هائل فهو كينتج داك الصوت اللي كنسمعوه. ولاني بلاتي تحمقنيش حتى كيفاش دابا اش من علاقه ما بين غشا كيتحرك بواحد السرعه والصوت الموسيقى اللي كنسمع انا في ودني كيفاش كيخدم بشكل اعمق. دابا هذا الجزء الاهم من الفيديو اننا غنغوصوا اكثر واكثر كيفاش كنسمعوا هذا الصوت هذا فقط من خلال واحد الغشا اللي جالس كيتحرك بحال هكا بواحد السرعه كبيره. دابا حاليا ما بيني وبينكم ولا ما بيني وما بين الكاميرا ديال التليفون كاين شنو كاين الهواء، واخا ما كنشوفوش بالعين ديالي، ولكن درت مثلا هذه اللعيبه وكنحركها بالجهد كنلقى بانه كاين واحد المقاومه كتمنعني انني نحركو. ديك المقاومه ما كنشوفهاش هي الهواء، يعني كاين حاليا الهواء هنا قدامنا. نقدروا نمثلوا هذا الهواء هذا
بحال الماء، غير الماء الكثافه ديالو اعلى من الهواء بكثر من 800 مره. ببساطه هذا الهواء هذا اللي بيني وبين الكاميرا دابا حاليا، واخا انا ما كنشوفوش بالعين ديالي المجرده، ولكن اذا زومينا عليه بميكروسكوب خاص فحنا كنلقاو داير بحال شي جزيئات او بحال شي كويرات صغارين بزاف طايرين دابا حاليا. هما هذا الهواء، هذوك الكويرات ملي كنبقى نقيس هنا هكايا هما اللي كيسببوا لي المقاومه هنايا. عقلوا معايا على طبيعه الهواء لان كتهمنا باش نفهموا كيفاش كيخدم الصوت. دابا نفترضوا انني قدامي هنا جلسه ديال الماء، وداك الماء مكالمي، وجيت انا وخبطت بالجد في الماء. ديك باق مني غادي نخبط في الماء فحنا غنشوفوا بان واحد الموجه غتكون فوق السطح ديال الماء. هذا الماء حيت كنشوفوه بالعين، راه حتى الهواء نفس الشيء واخا ما كنشوفوش. مثلا اذا سببت واحد الصدمه بحال هذه فانا هنا سببت واحد الموجات ما كنشوفهمش انا بالعين. هذوك الموجات الهواء كيتحرك نوعا ما بحال الماء، ودوك الكويرات اللي هضرنا عليهم وحده كتضرب الاخرى وكيصنع واحد الموجه اللي كتبقى مسافره في الهواء. اذا لو تخيلنا بان الجزيئات ديال هذا الهواء اللي كاين قدامي ما كنشوفوش بالعين هو عباره على واحد الكويرات صغيورين بزاف طايرين هكايا، فانا ملي كندير واحد الصدمه ولا واحد الضربه ولا كنخلي هذا الجسم كيهتز واحد الاهتزاز اللي ما كنشوفوش انا بالعين، هذاك الاهتزاز كيضرب هذوك الكويرات اللي كيكونوا قرابين هنايا، وهذوك الكويرات ماشي هما كيسافروا انما كيضربوا اللي قدامهم كيضربوا اللي قدامهم. المهم كتصنع واحد الموجه مصفره في دوك الكويرات غادا بحال ديك الموجه تقريبا اللي كتكون في الماء، هذه ما كنشوفوهاش بالعين. وصافي هذه قد ما كانت الصدمه كبيره قد ما كتكون الموجه كبيره بزاف وكتسافر مسافه اكثر. هذا العالم ديال الصوتيات كيحكموا حاجه سميتها الترددات. هذا التردد عنده حتى هو وحده القياس، كما كنوزنوا الوزن بالجرام، الكيلو، الماء باللترو الى اخره. التردد عنده الوحده ديالو اللي هي الهرتز. ما معنى هذا الهرتز؟ دابا هذا الغشاء هذا اذا طلع وهبط مره واحده في الثانيه كنسميوها 1 هرتز، طلع وهبط 10 المرات في الثانيه كنسميوها 10 هرتز. هاد البيفان الاخوان كيقدروا يطلعوا ويهبطوا شحال تتوقعوا؟ 50 كيلو هرتز، يعني حتى 50 كيلو هرتز اللي هي 50,000 مره في الثانيه الواحده. هاد الغشاء كيطلع ويهبط بطبيعه الحال بسبب ان داك الضوء اللي داخل اصلا كيتقلب 50,000 مره في الثانيه، فالغشاء كيطلع ويهبط بواحد السرعه خياليه بزاف. بالنسبه للصوت واخا حنا كنسمعوه ما كنشوفوش، ولكن كاين بعض التجارب البسيطه اللي تخليك تشوف النمط ديال الصوت ولا الموجه كيفاش دايره في الشكل ديالها. كنجيب واحد الصفيحه اللي من الافضل انها تكون من المعدن وكنلصقوا تحت منها واحد الباف، وهنايا من فوق كندردروا اما الحبات ديال الرمله او ديال الملحه، وكنخدموا واحد الترددات متنوعه ديال الاصوات. فبالتالي كنبقاو نلاحظوا بان هذيك الحبيبات ديال الرمله او ديال الملحه كيبقى يتاخذوا كل مره واحد النمط مختلف على حسب كل تردد كيصنع لنا واحد النمط مختلف. فبالتالي هاد الانماط نيت بحالهم كيمشيو على شكل موجات بجزيئات ديال الهواء اللي حنا ما كنشوفوهمش. اذا كل مره كتسمع فيها الموسيقى ولا اي صوت فان هذا الغشاء هذا ديال هذا المكبر كيبقى يطلع ويهبط بواحد السرعه خياليه اللي كتوصل كما قلنا حتى ل 50,000 مره في الثانيه الواحده، وهو كيطلع وكيهبط كيضرب الجزيئات اللي نعتبرهم بحال الكويرات ديال الهواء قدام الباف. هاد الكويرات كيضربوا اللي قدامهم وكيبقى داكشي مسافر على شكل واحد الموجه. هذيك الموجه كتكون جايه بواحد النمط معين حتى كتدخل لك وسط الثقبه ديال الودن ديالك. ملي كتدخل ديك الموجه وسط الثقبه ديال الودن ديالك فهي كتمشي كتقدر بواحد الطابله. كيما هاد الغشاء كان كينتج واحد النبضات ولا واحد الموجات، نفس هذوك الموجات غيعاودوا يضربوا فوق الطابله بنفس النمط. يعني نفس النمط اللي انطلق في الاول هو نفسه اللي غادي يتكرر فوق الطابله ديال الودن ديالك، وغادي تبقى تحرك الطابله بحال هكا. والطابله ديالك كتحرك غتحرك معها اصغر عظمه كاينه في الجسم ديال الانسان كامل اللي كاينه في الودن. هذيك العظمه ملي كتبقى تحرك دير بحال شي مطرقه كتقدر واحد اللعيبه اخرى، وهذيك اللعيبه اخرى ملي كتضرب كتنتج واحد الاشارات كهربائيه. الضوء حقيقي كيما البطاريات، ضوء حقيقي كيتقطع على حسب الضربات، وذاك الضوء كيسافر وكيدخل وسط الدماغ، والدماغ هو اللي كيصنع لك الصوت من مورا هادشي هذا كامل. وغير خليكم معايا حيت من بعد ما فهمتوش هذا كامل غادي يسهل عليكم بزاف انكم تفهموا حتى الميكروفون كيفاش تيخدم. الميكروفون حيت هو ولد عمته ديال الباف وكيخدم مبدا متشابه نوعا ما، غير خليكم من بعد غنعرفوه حتى هو في هذا الفيديو ده ان شاء الله. اذا بما ان الصوت في الاصل هو واحد الموجه ديال الصدمه اللي كتبقى تنتقل في الجزيئات ولا دوك الكويرات حتى كتدخل وسط ودنك، فهي كتنتقل في وسط الجزيئات ديال الهواء
ونفس الشيء بالنسبه للجزيئات ديال الماء، حتى وسط الماء نقدروا نسمعوا لانه هذيك الموجه كتسافر في الجزيئات ديال الماء وكتقيس لك الطابله ديال الودن. ولكن الا كنا في الفضاء الخارجي ولا في شي غرفه مفرغه من الهواء، فواخا تبغي تهضر ما غاديش تسمع الصوت، واخا تبغي تخدم شي مكبر الصوت ما غيتسمعش الصوت، لانه ما كاينش دوك الجزيئات اللي غادي ينقلوا هاد الصدمات ويمشيو على شكل موجه حتى يدخل الودن ديالنا. فهمتوا؟ ودابا نحيدو هاد الباف هذا وندوزو لولد عمتو اللي هو الميكروفون. الميكروفون كيفاش كيدير حتى كيخدم وكيفاش كيدير حتى كيلتقط هاد الصوت هذا وكيحولو لواحد الاشاره كهربائيه كيفاش كيدير ليها. وعاوتاني مره اخرى السر كاين في النحاس او في المغناطيس، ولكن هاد المره ماشي غندوزو الضوء في النحاس انما حاجه مختلفه. لاحظوا معايا بانني ربطت البوبينه ديال النحاس ديالنا ولا السلك ديال النحاس ديالنا اللي ملوي، ربطته مع هذا الجهاز ديال القياس اللي كيعبر لينا واش كاين شي ضوء ولا لا. حاليا كيعطيني الزيرو، ما كاين لا ضوء لا والو، ولكن ملي نجيب المغناطيس وغنبقى نحركو، شوف ما حدي كنحركو حدا النحاس شنو كيوقع؟ الضوء الاخوان كيتزاد، شفتوه؟ ما حدي كنتحرك ما حد الضوء كيجي. اون فوا غنحيد المغناطيس كلشي غادي يرجع للزيرو. اذا شنو كنفهموا هنا؟ اي مغناطيس اذا بقى كيقرب حدا سلك النحاس وبدا كيتحرك حداه، سواء المغناطيس هو اللي كيتحرك او كان النحاس هو اللي كيتحرك، فهذا الشيء هذا كيسبب واحد التحريض مغناطيسي اللي كيخلي هذا السلك هذا ديال النحاس كينتج لينا واحد التيار ديال الضوء من هنايا. اصلا ديال الطريقه باش خدامين المولدات. لا هو عرف هذا الشيء هذا، ملي كيكون المغناطيس مثلا يلاه طالع للفوق فهاد المرحله هو طالع، يقدروا نقولوا مثلا هذا غادي يكون هو الزائد وهذا هو الناقص، ومني غادي يكون هابط راجع هاد المره غينتج لنا داكشي مقلوب، غادي يولي هذا هو اللي زائد وهذا هو اللي ناقص. محدي كنطلع كنهبط، فهادو تا هما كيبقاو يتقلبوا معنا. اذا بالنسبه للميكروفون القضيه سهله بزاف. قلنا الميكروفون هو داير بحال شي باف، ولكن يعني بحال هذا ولكن صغير بزاف. فانا ملي كنكون كنهضر قدام هذاك الباف ديال الميكروفون اللي كيكون صغير، كنقول مثلا واخوتي العزاز ديروا لنا جيم العار، فاش كنكون كنهضر الصوت ديالي كيطلق واحد الموجات الصوتيه. هاد الموجات هادو كيبقى يضربوا هاد الغشاء هذا اللي قلنا انه كيكون رقيق في الميكروفون وكيبقى يتحرك، كيبقى يطلع وكيهبط. وشنو قلنا على النحاس؟ الا بدا كيطلع وكيهبط حدا المغناطيس كيبقى ينتج لينا الضوء، وداك الضوء كيبقى يطلع متقلب. اذا هذاك الصوت ديالي الامواج ديالو اللي يحركوا الغشاء ديال الميكروفون بنفس الطريقه باش يحركوا الغشاء ديال الميكروفون غيتصنع واحد التيار كهربائي من الميكروفون اللي كيشبه للصوت اللي الا ركبناه مع مكبر الصوت غنسمعوا صوتي مره اخرى. فهمتوا يعني العلاقه ما بين الميكروفون والباف؟ واحد الملاحظه مهمه الا بغيتي دير التجارب لراسك في الدار، هذا السلك هذا اللي كنستخدموه في البيفان الميكروفونات الى اخره، هذا السلك هذا كيتسمى بالسلك المعزول. علاش سميتو السلك المعزول؟ حيت دابا واخا يبان لك اللون ديالو نحاس، فهو راه مغطي حاليا بواحد الطبقه عازله، واحد الطبقه دايره بحال الصباغه اللي كتخلي انه كيكون عازل، يعني بلاصه ما غنديروا له البي في سي ولا البلاستيك غيجينا غليظ، فهما عزلوه فقط طبقه ديال الصباغه باش ملي كنكونوا كنلويو بحال هكا واخا كل دوره كتقيس الدوره اللي حداها ما كتلغيهاش حيت هذا معزول. فهمتوا؟ هذه قاعده مهمه. وحتى لهنا تقريبا الاصدقاء غنكونوا عرفنا اهم المعلومات على كيفاش كيخدم الباف، الميكروفون، الودن بنادم، الصوت، المجال المغناطيسي وغيرها من المعلومات. الحمد لله. بطبيعه الحال الاخوان الرساله ديالنا والمجهود ديالنا ما غيكملش بلا التفاعل ديالكم والبارطاج ديالكم. كاين بزاف ديال الناس خصوصا الشباب ديالنا المغاربه اللي محتاجين هذه المعلومات هذه باش يطوروا من الرصيد المعرفي ديالهم. المهم تحياتي لكم الاخوان، شكرا لكم على دعمكم وعلى تعليقاتكم الزوينه. تلاقاو في فيديو الجاي.